اخواننا بالعراق مثلا غير يعني الشباب في بعض الدول، مشكلتهم بالليل بصحي مرته بقول لها قومي ليش نايمه؟ وين تمان الرز يعني؟ وين اللحم؟ وين الحلويات؟ فانت مهما اعطيته من وصفات كل واحد كرشه قدامه. اكثر الناس، انا احكي الاكثريه بالعراق كرشهم ما شاء الله عليهم، يقول لك انا اريد اكل شو ماخذ من الدنيا، لا هامه ولا شيء، او حالته النفسيه او مشكلتهم انه ما بيلتزموا. تعطيه شاي اخضر هو مش حليوه وناعم انك تدلعه وهيك، يقول لك لا يابا انا اريد كبسول اخلص، ما اريد اني انا اسخن الاعشاب واشرب مرتين وما اشبه. تحلفوا بالله كم مره تتعشى يقول لك والله مرتين ثلاث ما احرم نفسي. فواجهت مشكله كبيره، انا لي سنوات بطلع على القنوات العراقيه والقنوات العالميه والقنوات العربيه. فبالتالي اخواننا العراقيين لو نصحناهم انه يتخلصوا من الكرش بده 30 يوم ما بصبر، ما يصبر الرجال العراقي، ما يصبر، لا بصبر على النسوان ولا بصبر على الاعشاب ابدا. حتى مريض السكر احلف لكم بالله الاكثريه من الناس تدور على الحلويات بالليل تاكلها، ما يلتزموا. فبالتالي الكرش بده شاي اخضر مره الصبح ومره اخر النهار من دون ما نحليه بسكر. بدك تمنع النسكافيه والسكر، الكرش سببه النسكافيه والسكر والعشاء والنوم. ما في تعشى وتمشى، ما في تعشى يعني ما في كرش، مستحيل هيك مع العظمات ما في الا تلاقيه نافق. وبعدين مش يعني لقدام كمان زي النساء، احنا النساء لما نشوف بطنها بالعرض نقول هاي حامل بأنثى، لما نشوفه لقدام هيك دافع نقول ولد. هم توم ولد وبنت، تلاقيه قدام وتلاقيه فارد جناب، باقي جسمه كويس. لكن الشاي الاخضر مرتين بندون تحلاي بسكر. ايضا اوراق النعناع والليمون والزنجبيل مشروب يعملوه يومي، يشربوا يومي، لكن الزنجبيل ما نزيد عن ملعقه صغيره، ملعقه الشاي. ثالث شيء الاهم اللي بده يخلص من الكرش يروح يمشي. المشي حارق للدهون، بشد العضلات، عضلات اردافك يا اخوي تمام، بحرق السكر المشي. لكن لا تتعشى وتنام، ولا تتعشى وتمسك الريموت وتظل قاعد، بدك حركة، وتعشى وتمشى لو 40 خطوة. أيضا كوب ماء ساخن يوضع عليه ملعقة من الكمون، يوضع عليه شرحة من الليمون، 30 يوم بدك تستمر عليهم إن شاء الله إنه بروح الكرش. الكرش إيش هو؟ مصارينك جوا، هم مصارينك اللي تعبوا، مصارينك اللي نفخوا، الغازات، عدم المضغ الطعام بشكل كويس، ياكل ملعقة الرز يدخلها على الفم ما شاء الله شو طيبة، يمضغ مضغتين يا دوب 6 7 حبات اللي نزلوا تحت الأضراس والباقي بلع، اللي بعديه واللي بعديه ما يزبط، بده يكون في كرش. وهاتوا الاتصال. أنا آسف هذا الصحيح اللي أتكلم فيه والله وأنتم تعرفوا، ما في مشي.